رح نجرب نذوقها معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اصحاب الدايت ما انصحكوش فيه خالص. بسم الله. مم. رائع رائع جدا. يا لهوي يما. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، برحب بكم، بحييكم في قناتي أكلات وتدابير أم عبد الرحمن. إن شاء الله اليوم راح أعمل معاكم طبق رائع جدا، لذيذ لذيذ جدا جدا. معكرونة بالخضار والكريمة والمشروم، حاجة فخمة جدا جدا، يعني راح تاكلوها وتدعوا لي. يلا نبتدي. بسم الله على بركة الله. الطريقة مباشرة. بس يا حبذا قبل ما نبتدي الطريقة ما تنسوناش من اللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد. يلا بسم الله على بركة الله نبتدي مع بعض نعمل. في البداية بضيف ملعقتين كبار من زيت الزيتون، بضيف صدر تبع الدجاج وبقلب، بضيف البصل، بضيف الثوم، حوالي 7 سن ثوم مهروسين، بقلب. اول ما تطلع معايا ريحة الثوم راح اضيف الجزر، حوالي 2 حبة متوسطة مفرومة مقطعة بهي الطريقة. بحركهم ببعض. بضيف كمان الفلفل الرومي ملون، اخضر اصفر او اي لون عندك، وبقلبهم. بعد ما تركتهم شويه ليدبلوا بضيف الفلفل الاسود والملح، وبقلبهم. بس انا بحب اضيف بس فلفل اسود والملح، ما بحب اضيف بهارات ثانيه. فيك تضيفي اي نوع بهار تحبي، في بهار ايطالي كتير لذيذ طبعا المعكرونه، بس انا بفضل فقط الفلفل الاسود والملح. تمام. بغطيهم وبوطي عليهم النار وبتركهم حتى يستووا. طيب قبل ما يستووا راح اضيف لهم فلفل المشروم، حوالي نص كوب، وبقلبهم مع بعض وبتركهم لحتى ما يستووا. هلا كل الخضار هذه راح تطلق مي، وبهيك بيستوي الدجاج معنا، لحم صدر الدجاج والخضار والجزر. طبعا انا بستعمل المعكرونه هاي النوعيه، وفيك تستعملي اي نوعيه انت ترغبي فيها. عندي هنا ميه مغليه راح اضيف فيها المعكرونه، بضيف عليها ملعقتين صغار او ملعقه كبيره من الملح، وبقلبها. بضيف عليها ملعقه كبيره من الزيت النباتي، بديها تحريكه بسيطه وبتركها. بضيف عليها مكعب دجاج. تمام. يعطيها نكهة كتير طيبة. بحركها زي هيك وبتركها حتى تستوي حوالي من 5 دقائق ل8 دقائق. هنا بشوف الخضار بحركه، بتأكد انه يعني تقريبا استوت 90%. بضيف عليه الزيتون، شرقة من الزيتون، بحرك. هنا عندي كريمة بوك، راح حوالي 500 جرام راح اضيفها. طبعا انا مجمداها عندي بالفريزر. طيب انا عشان مجمداها في الفريزر، يعني كنت فتحاها من قبل، استعملت منها حوالي كوب، وضل عندي حوالي كوب ونصف، يعني حوالي تقريبا 350 جرام. فانا حطيتها بالفريزر حتى ما تخرب معي. طبعا هي بعد ما تفتحيها كريمة البوك هذه بتضلها معاكي حوالي 6 شهور، تاريخ صلاحيتها تمام، بس في الفريزر ما تخليهاش برا.
بحرك الخضار مع الكريمة لحتى تذوب، بتركها لحتى تذوب تماما. هنا بعد ما سلقت المعكرونة أنا راح أصفيها بالمصفاة. الخضار هنا معي استوت ما شاء الله، تقريبا مع الكريمة ساحت أو دابت تماما. راح أنزل بالمعكرونة. بسم الله. شايفين ما شاء الله رائعة جدا ما شاء الله، الرائحة يعني اشي فخم جدا، يعني كان خاطر تطلع لكم في الفيديو تشموا الرائحة، شيء جميل جميل جدا ما شاء الله. آخر اللمسات في طبقنا اليوم نضيف الجبنة المبروشة أو المبشورة، تعزز الطعم وتعطي نكهة كتير طيبة. نتركها حوالي فقط 5 دقائق. وهيك أصبحت المعكرونة بالكريمة والخضار جاهزة. رح نشوفها مع بعض في طبق التقديم. طيب راح أجربها وراح ندوق معاكم. للأمانة الرائحة رهيبة رهيبة جدا، يعني أنصحكم تعملوها هذا الطبق وتجربوه بهي الطريقة، شيء فخم جدا. وفي ختام حلقة اليوم بتمنى تكون معكرونة بالخضار والكريمة والدجاج عجبكم ونال رضاكم. أتمنى تجربوها وتحكوا لي عن رأيكم. ما تنسوناش من اللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد. أستودعكم الله وإلى اللقاء. سلام.